السلام عليكم حبيباتي متتبعات قناتي وصفة مع صابرينا ومشتركاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. ما نساوش نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وروحوا تشوفوا معايا الوصفة اللي جبت لكم اليوم. جبت لكم سابلي بذوق جوز الهند ولا سابلي الرافايلو. يجي عنده ذوق مميز وبنين بزاف بزاف. شوفوا لهنا كيفاش يجي يذوب في الفم مع كريمه ثاني خفيفه وبنينه. نتمنى تتبعوا معايا الوصفه هكذا به تكتشفوها، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتخليوا لي كومونتير باهي كيما نتوما، هكذا به تشجعوني اكثر واكثر. شوفوا لهنا درت 125 غرام نتاع مارغرين بحرارة الغرفة مع رشة تاع الملح، ومغرفة صغيرة تاع لافاني، وزوج مغارف تاع سكر ناعم ولا نص كاس. لهنا شوفوا هذه لازمة زيدوا مغرفة كبيرة هكذا تاع لاباتاغوم تاع انواع كوكو ولا ذوق جوز الهند. انا برك ما كانتش عندي، يعني رحت نشري وما لقيتش، إبا ما درتهاش، بصح نتوما ديروها هكذا باش تعزز لكم الذوق تاع جوز الهند. شوفوا لهنا خدمت مليح لمارغرين تاعي مع السكر حتى ولا عندي هكذا مرهم، ومن بعد رحت زدت زوج صفار بيض. بيان سور ثاني البيض يكون بحرارة الغرفة. تخلطوا مليح هكذا حتى تتجانس المكونات. شوفوا لهنا لا حبيتوا الكاطو تاعكم يجيكم فيه شويه تاع قرمشه، تقدروا ديروا حبه بيض كامله وصفار بيض. شوفوا لهنا زدت مغرفه كبيره بومبي تاع لانواع كوكو. ماذا بكم تخيروا جوز الهند تاعكم يكون نوعيه جيده ويكون رقيق هكذا، ما يكونش خشين بزاف. اذا كان خشين تقدروا تعاودوا تزيدوا ترحيوه. وزدت مغرفة صغيرة نصف مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وزوج مغارف ثاني كبار تاع نشا الذرة ولا نص كاس تاع 220 مليلتر. وزدت الفارينة هكذا. نبداو نزيدو في الفارينة ونخلطو هكذا غير بصبعنا برك، بيان سور ما نعجنوش، باش من بعد الكاطو تاعنا يجينا خفيف حتى نحسوا العجينه تاعنا تنفصل على الاصابع وكي نشكلوها كوريه تتشكل معنا هذيك الكوريه بكل سهوله. وماذا بكم ثاني الفارينه تخيروا نوعيه جيده، يعني الخاصه بالحلويات هكذا، باش من بعد الكاطو تاعكم يجيكم خفيف. شوفوا لهنا رحت بديت نحل في العجينه تاعي. انا زدت لها شويه تاع فارينه لقيتها يعني مخصوصه شويه. جبت لهنا دو ساشي ولا بابي كويسون ولا كيما تحبوا، ونحلوها على سمك يكون شويه خشين، يعني ما نرقوش الكاطو تاعنا بزاف هكذا، باش من بعد الحبه تاعنا تجينا واقفه وتجينا باهيه. ولهنا ثاني السابلي ماهوش رايح يتضاعف الحجم تاعو، خاطرش ما كثرنالوش الخميره، درنا غير نصف ملعقه صغيره برك. لهنا نطبعوا بيان سور الحبات تاعنا باي طابع تخيروه. انا درت هذا تاع الكاري. شوفوا لهنا بعد ما خلصت حطيتهم بردوا مليح في الفريجيدير، ومن بعد رحت طيبته على فرن مسخن مسبقا على 180 درجة حتى يحمر لكم من التحت، ونحيوه خليوه بيان سور يبرد. هذاك الوقت تروحوا تخدموا الكريمات تاعكم. انا لهنا درت 100 غرام تاع الزبده، ودرت رشه خفيفه تاع الملح، ودرت نص 50 غرام تاع نيسلي ابيض، و50 غرام تاع شوكولا بيضاء ذوبتها على حمام مائي وخليتها شويه بردت، يعني ما ديروهاش وهي سخونه بزاف بزاف. دركا هكذا نروحوا نخلطوا المكونات تاعنا هذو كامل مع بعض حتى يتجانسوا لنا. لهنا ما تنساوش ثاني ديروا ذوق جوز الهند ولافاني، هكذا تخلطوها مليح حتى تحصلوا على هكذا كريمه تكون خفيفه واللون تاعها يكون ابيض. لازم كي تذوقوها ما تلقاوش فيها هذاك لوغو تاع الزبده، يعني يروح لكم خلاص. شوفوا تولي بيضاء وخفيفه
هذه هي الكريمة تاعنا اللي رايحين نحشيو بها السابلي تاعنا. شوفوا لهنا بعد ما برد لي السابلي تاعي، شوفوا السمك تاعو كيفاه، والشكل ثاني ما تبدل ما والو. شوفوا دوكا نحطو هكذا حبة على حبة. الحبة الثانية القاعدة تجي للتحت ماشي للداخل، ونروحو نديرو الكريمة تاعنا في اون بوش هكذا، ونبداو نعمرو في السابلي تاعنا هكذا، ونخليو بيان سور ثقب في النص هكذا باش رايحين نزيدو نعمرو هذاك الثقب. انا عمرتو بالنسلي. شوفوا المهم ديرو هكذا طبقة مليحة تاع الكريمة، جيبوا لهنا النسلي. دوكا تحبوا الثقب هذا تعمروه بالنسلي، تحبوا ثاني تعمروه بالخليط هذاك تاع نواد كوكو اللي دوك نعته لكم، ولا تحبوا ديروا شوكولا اتارتيني بيضة هكذا يجيكم الذوق تاعو كيما ذوق حلوة الرافاييلو. فوالا شوفوا لهنا اذا لقيتوا الكريمه مخصوص هكذا زيدوا له شويه، ومن بعد امسحوا الكريمه الزايده هذيك هكذا، ومن بعد بيان سور تحطوا الحبات تاعكم في الفريجيدير يبردوا حتى الكريمه هذيك تحكم روحها. دوكا رايحه نستعمل هذا الخليط، انا رايحه نزين به كيما تقدروا تعمروا به هذاك الثقب يعني كيما تحبوا. شوفوا لهنا حطيت كميه تاع جوز الهند، ورايحه نزيد فوقها النسلي الابيض هكذا، نخلطو حتى نتحصلوا على خليط يكون جاري، يعني ما تنشفوش باسكو من بعد لانوات كوكو رايح يشرب لنا هذاك النسلي ورايح ينشف. مهم نتوما كي تخلطوه خليو الخليط يكون جاري، غطيوه وخليوه واحد 5 دقائق 10 دقائق، المهم كي توليو رايحين تلقاوه باللي نشف لكم. شوفوا لهنا بعد ما نشف لي وطري في نفس الوقت، يعني ماشي ناشف بزاف. شوفوا رايحه نشكلو هكذا دي بول يكونوا صغار. دوكا لي بول ديروهم على حساب الحجم تاع الموديل اللي استعملتو، يعني كي يجيوكم باهين هذاك هو هكذا نشكلوهم، ومن بعد نرمدوهم في لانوات كوكو. لهنا ماذا بيكم لانوات كوكو تخيروا نوعيه تكون مليحه، يعني كي تعبزوا هكذا عليه بصبعكم تلقاوه يطلق هذاك الزيت تاعو، وتكون ثاني الريحه تاعو مليحه، ويكون رقيق يعني مرحي رقيق. شوفوا لهنا رحت نقلاسي الحبات تاوعي، خرجوهم الفريجيدير، خليوهم شويه تروح لهم البروده هذيك القاويه. ذوبوا لهنا الكميه هذه. درت 200 غرام تاع شوكولا بيضاء، زدت لها 2 مغارف زيت، يعني لكل 100 غرام عندكم مغرفه تاع زيت، وتبداو تقلاسيو هكذا بهذه الطريقه. تحطوه بيان سور تحطوا الحبات تاعكم تهبط لهم هذيك الشوكولا الزايده هكذا في بابي كويسون، ومن بعد تقدموهم هكذا بالطريقه هذه باش من بعد ما ظلوش من تحت تنيطوايو في الحبات تاعكم. شوفوا لهنا بعد ما زينتو هذوك الحبات غطستهم شويه في الشوكولا البيضاء، حطيتهم الفوق، درت ورق الذهب في الحاشيه، دهنت بالنسلي، وثاني رمتو في لانوات كوكو، وهذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. شوفوا كيفاش يجي بنين بزاف بزاف ويذوب في الفم. لهنا ومازال يعني كيما طيبتو مازال شويه مقرمش، بصح من بعد رايح يطرى لكم اكثر واكثر. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتخليوا لي رايكم. سلام.